الحياة العملية كبيرة جدا ومليانة بالأسرار والمغامرات والألغاز. مش معنى انك انت عرفت تعمل السي في او انك انت شفت الإعلان الوظيفي وتابعت السي في بتاعك يبقى انت كده خلاص بتسهل على نفسك انك انت تحصل على وظيفة. الموضوع مش كده، الموضوع أكبر من كده. الموضوع انك تفهم انت كنت فين، الحياة اللي انت كنت عايشها قبل الحياة العملية اللي هي حياة الدراسة، والحياة اللي انت هتكمل فيها الباقي من حياتك وهي الحياة العملية. تبقى فاهم ايه الفرق بين الاتنين. ده هيساعدك على حاجة مهمة جدا، انك انت تنمي مهاراتك وتكتسب المهارات المفروض تكتسبها اللي هتساعدك على تحدي سوق العمل. مش بس كده، انك انت كمان هتبقى عارف كل تفاصيل الحاجة اللي انت داخل عليها، فبالتالي هتكون عندك حسن اتخاذ القرار، وده هيسهل عليك كتير وهيضمن ليك نجاح وتوفيق كبير جدا من عند ربنا. الموضوع انك انت هتبقى فاهم حاجات كتير وتكون مؤهل للحياة اللي انت مقبل عليها او اوريدي اللي انت دخلت فيها. التأهيل ده شيء مهم جدا، من غير التأهيل انت مش هتعرف تعمل حاجة. لو انت طالب وعايز تنجح وتجيب مجموع عالي، عمرك ما هتنجح غير لما هتذاكر، ده بيعتبر تأهيل. لعيب الكورة مهما كنت فت ومهما كنت مهاري وعندك من المهارات والخبرات، ولكن لو ما عملتش تمرين كويس وما اتمرنتش كويس، عمرك ما هتنزل الماتش وتأدي بالصورة اللي انت متخيل انك انت تأديها. فالتأهيل ده انك انت تكون مستعد لحاجة انت مقبل عليها او انت اوريدي اقبلت عليها ودخلت فيها ولكن تايه فيها. الموضوع مهم جدا. لو كنت عايز تبقى قد التحدي تواصل معايا، وان شاء الله باذن الله هتلاقي اضافة قوية جدا لتحديات سوق العمل.